شرط من شروط النجاح لطلاب اولى وتانية ثانوي هو حصول الطالب على 50% من مجموع المادة في الترمين. ولكن السؤال الأهم، هل ال 50% شاملين درجات أعمال السنة وشاملين درجات الرأفة أم بدون إضافة أي درجات؟ وال50% هي إجابة الاختيار من المتعدد والأسئلة المقالية فقط. كم مادة والطالب يعيد العام؟ هل فعلا في رسوب في أولى وتانية ثانوي؟ الإجابة أيوة. الإجابة أيوة، في رسوب في أولى وتانية ثانوي في الحالات اللي هقول عليها في فيديو النهاردة. ولكن فيديو النهاردة علشان يطمنك، علشان يقولك إن شاء الله رب العالمين أنت طالب منقول من أولى ثانوي إلى تانية ثانوي ومن تانية ثانوي إلى تالتة ثانوي، اطمئن، لسه قدامك فرصة وإن شاء الله رب العالمين لن تحتاج إلى هذه الفرصة. جميع الطلاب ماسكة الورقة والقلم وبتكتب لي تعليقات على القناة: يا مس أنا ناقص لي درجتين، يا مس أنا ناقص لي 3 درجات، أنا اكتشفت إن أنا حليت الاختيار من المتعدد 4 بس صح، حسبتك غلط. في نموذج إجابة بيتم توزيعه على المصححين وبناء عليه وبالتالي عليه المصحح يلتزم بنموذج الإجابة. رقم 1، شرط أساسي من شروط النجاح في أولى وتانية ثانوي هو حصول الطالب على 50% من مجموع المادة في الترمين بالإضافة إلى درجات أعمال السنة. يعني ال50% شاملين درجات أعمال السنة اللي هي درجات المواظبة والسلوك ودرجات امتحان سواء شهر فبراير أو شهر مارس. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل في مدارس لم تضع درجات أعمال السنة؟ الآن بيتم وضع درجات أعمال السنة ورصد درجات الأسئلة المقالية بعد تصحيحها وتصحيح يوميا لكل مادة. السؤال الأهم، هل فعلا في رسوب في أولى وتانية ثانوي؟ أيوة، في الحالات اللي هقول عليها. رقم 1، طالب ما حضرش امتحانات الترم الأول والترم الثاني. رقم 2، الطالب اللي اتفصل من المدرسة. رقم 3، الطالب اللي اتحول للتحقيق بسبب الغش. في أغلب الأحوال الطالب ده هيعيد السنة بقرار من المحافظ. لكن قدامك فرصة تانية، سواء انت عندك مادة 2 3 4 10، أي طالب لا قدر الله بعد الشر درجاته ما جابتش 50% من مجموع المادة، لسه عندك فرصة تانية، امتحانات الدور الثاني في فصل الصيف. الامتحانات بتكون بسيطة، الامتحانات بتكون خفيفة، مش معنى كلامي ان انت ما تذاكرهاش. للأسف الشديد الطالب اللي هيهملها، الطالب اللي مش عارف مصلحته، هو ده الطالب ايضا اللي قدر الله بعد الشر هيعيد العام مرة اخرى. ايه درجات الرفع الاخرى غير درجات اعمال السنة ودرجات الرأفة اللي هيتم وضعها للدرجات؟ هي درجات الأسئلة المقالية. اوعوا تستهونوا بدرجات الأسئلة المقالية. انت بتقول لي يا مس انا مجاوب غلط في الأسئلة المقالية. مين قال لك مجاوب غلط؟ ما يمكن المصحح يديك درجة، يديك نص درجة، يديك درجتين. اهم حاجة بالنسبة لي انك ما سبتش السؤال فاضي. الطالب اللي ساب السؤال بدون إجابة هو ده الطالب اللي هيحصل على 0 في الأسئلة المقالية. انت قاعد بتحسب درجاتك، ناقص لي درجتين. طب هل فعلا الكنترول هيدير الدرجتين؟ طب ازاي هيحسب بدرجات الرأفة؟ ما تحسبش درجاتك، كل اللي عليك انك تدعي، الدعاء يغير الاقدار. تدعي ربنا ينجحك ان شاء الله رب العالمين ويفرحك ويفرح اهلك ان شاء الله. زي ما اتفاجئت في الترم الاول في طلاب كتير جدا كانت داخله الامتحان ما حلتش كويس واتفاجئت بدرجات كويسه، والعكس صحيح، طالب كان حلل كويس جدا واتفاجئ ان درجاته سيئه. هل دي مش درجات الطالب؟ لا، دي درجات الطالب، ولكن الطالب نتيجه التوتر بيختلط عليه الامر. كل المدارس بتحاول تعمله هو ان ترفع نسبة النجاح بدون ما تظلم الطالب المتفوق، الطالب اللي حل كويس، الطالب المجتهد. درجات الرأفة بيتم وضعها حسب رؤية الكنترول. هتعرف ازاي انت كطالب اولى او تانية ثانوي انك حصلت على درجات اعمال السنة او درجات الرأفة او تم رفعك في الاسئلة المقالية؟ ببساطة شديدة جدا، لما تعمل تظلم على الاسئلة المقالية وعلى تجميع الدرجات هتعرف في الحالة دي ان انت فعلا تم رفعك، تم اعطائك درجات اعمال السنه، تم رفعك عن طريق الاسئله المقاليه او درجات الرفع. الهدف الرئيسي من الفيديو ان اطمن الطلاب واقول لك ما تقلقش، ما تقعدش تحسب درجاتك. بدل ما تحسب درجاتك ادعي ربنا ينجحك، ادعي ربنا ان شاء الله رب العالمين ان انت طالب تكون منقول من اولى ثانوي الى ثانيه ثانوي ومن ثانيه ثانوي الى ثالثه ثانوي. ولكن في نصيحه هامه جدا جدا جدا، في فتره الاجازه
استغلها في اي مادة انت كنت ضعيف فيها. حاول تقوي نفسك، ضعيف في الانجليزي، ضعيف في الكيمياء، ضعيف في الفرنساوي، ضعيف في النحو، حاول تأسس نفسك عشان ترتاح في ثالثة ثانوي. بالتوفيق لجميع طلابنا على قناة شخصية شيماء هيكل. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة ودعوة حلوة من القلب، وانا هسيب لكم التعليقات عشان تدعوا لنفسكم كتير جدا، لعل وعسى ربنا يستجيب دعواتكم. وكل اللي عليك انك تلتزم بصلاتك وتلتزم بالدعاء. ان شاء الله هنطمنكم وهنبشركم ان شاء الله بظهور النتيجة وبنجاح جميع الطلاب اللي متابعنا.